حبايبي عاملين ايه؟ عادة بعمل فيديوهاتي للبنات، اللي لسه متجوزة او اللي لسه داخلة جديد المطبخ او بتتعلم حاجة او لكن النهاردة الفيديو هو موجه لكل ام عندها اولاد، آم، او لكل زوجة لسه متجوزة برضو جديد هي وجوزها. احنا ازاي نستغل قطع الكهرباء في ان احنا يعني ناخد احسن ما فيها، او نقضي الوقت بتاع قطع الكهرباء ده في حاجات كويسة، او نطلع منها بذكريات. على فكرة، احنا ممكن نطلع حاجات كويسة من حاجة ممكن تكون ظاهرة ان هي مش كويسة. يعني مثلا بالنسبة لنا قطع الكهرباء ده يعني قطع نت، يعني في ناس كتير قوي مش بتوصلهم مية طبعا، لان معظم يعني الشقق بيوصلها المية بالمواتير طبعا. ف طبعا بنبقى قاعدين لا كهرباء ولا مية ولا نت. الحقيقة يا جماعة أنا جاية النهاردة أنقل لكم تجربتي مع قطع الكهرباء. احنا أول يومين أنا وولادي يعني قعدنا ممكن نكون متضايقين شوية، بس بعد كده لقيت نفسي، ودي حاجة ما كانتش مترتبة يعني، بس لقينا ان احنا بنتجمع وقت قطع الكهرباء، بنتكلم وبنحكي آم، كل واحد حاجة مضايقاه بيحكيها. آم، يعني فضفضنا، طلعنا اللي في قلوبنا لبعض. آم، اول يومين عدت كده صدفة، بس بعد كده بقينا بنجهز للوقت بتاع قطع الكهرباء ده. وهقول لكم ازاي. اولا انا طبعا قطع الكهرباء اللي عايش في مصر عارف ان قطع الكهرباء دلوقتي بمواعيد وبجداول. فطبعا احنا عارفين ميعاد قطع الكهرباء سواء بالنهار او بالليل. آم، طبعا هو علمني النظام ان انا بقوم قبل الوقت بتاع قطع الكهرباء، بخلص شغلي وبخلص اكلي وبخلص كل اللي ورايا طبعا قبل ما الكهرباء تتقطع. الوقت بقى بتاع بالليل اللي هو بنبقى كلنا متجمعين فيه، هو بيقطع عندنا تقريبا ساعة او ساعة ونص. الوقت ده اتعلمت ان احنا كل يوم بنجهز فيه حاجة، بعمل لهم حاجة حلوة، او بنبقى شارين حاجات من بره، يعني كل واحد وامكانياته، يعني عادي ما فيش اي مشكلة. يوم عملت لهم بيتزا، يوم عملت لهم تشيز كيك، يوم عملت لهم مولتو، يعني الخلاصة والمهم في الموضوع ان احنا كنا بنقعد نتكلم وندردش ونطلع اللي جوانا. و يعني كنا بنلعب ألعاب يعني. طبعا ولادي هم اللي اقترحوها، يعني بتحبي فيا ايه، اسئله بنسال بعض، بتحبي فيا ايه، بتكرهي فيا ايه، إيه اللي نفسك تعيشيه معايا، ايه اللي آم، ايه اللي بتتمني يتغير فيا. حاجات كتير ومن غير زعل طبعا. بجد بجد حاسه ان احنا بنطلع من القعده، يعني حاسه ان احنا حابين بعض، وان احنا كل واحد متضايق من حد، من حاجة، بيفضفض وبيطلع اللي في قلبه. ويعني انا حسيت ان انا بعمل مع ولادي ذكريات. لما يتجوزوا يروحوا بيوتهم هيفتكروا الذكريات والوقت اللي احنا بنقعده مع بعض. هما مش هيفتكروا الوقت اللي انا قاعده فيه على الموبايل، وهم كل واحد قاعد على الموبايل بيتفرج على مسلسل او بيلعب او بيكلم صحابه. لا، هو الوقت او الوقت اللي احنا بنقضيه مع بعض، هي دي الذكريات. وهو ده الوقت اللي هم ممكن بكلمة او بموقف بحكيه هيتعلموا حكمة، هيتعلموا ازاي يتصرفوا في موقف معين. بجد بجد القعد مع الولاد والكلام وان انا حتى لو فيهم حد مش بيعرف يتكلم او يعبر عن مشاعره بشجعه على ده. لازم نشجع ولادنا ان هم يتكلموا معانا، وان احنا نبقى اصحابهم، وان احنا نبقى يعني اقرب حد ليهم. ما تخليش ابنك ولا بنتك يطلع برا ويتكلم مع حد، او يبقى اسراره او مشاكله او كل حاجه بيقولها لحد برا. لا، كل حاجه يقولها لك، وتبقي انتي صاحبته الاولى والاخيره اذا كان ولد او بنت. يا جماعه بجد بجد الموضوع بيفرق قوي.
ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي أنا بقول إن إحنا في مثل عندنا في مصر بيقول إن جالك الغصب خده بالرضا. إحنا عندنا قطع الكهرباء دلوقتي غصب عننا، فإحنا رضينا بيه وعملنا منه، صنعنا منه مواقف حلوة وقعدة حلوة. سواء بنقعد في البلكونة أو بنقعد في البيت عادي. المهم إن احنا قاعدين كلنا متجمعين بنتكلم، شغالين كشافات الموبايلات وبنتكلم، بنسمع أغاني، بنلعب أي حاجة مع بعض، كوتشينة، أي حاجة. بجد بجد الوقت ده من أهم الأوقات اللي أنا عشتها مع أولادي. ف يا رب كلنا يعني نبقى قريبين من ولادنا وناخد بالنا منهم، خصوصا في الايام اللي احنا فيها دي، لانه بجد بجد هما بيصعبوا عليا. هو جيل بيقابل تحديات واغراءات كتير جدا. ربنا يحفظهم يا رب كلهم ويبارك فيهم ويقدرنا يا رب على تربيتهم تربية كويسة، ونفرح بيهم ونشوفهم يا رب كده دايما دايما بخير. ويا رب يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى ان كل امه برضو تقرب من ولادها ولو عجبك الفيديو حطي لايك واشتركي بالقناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.